بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسم للكروشيه والتريكو، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله إحنا هنعمل معاكم ليمون بعصفر. الليمون بعصفر ده سريع، يعني مثلا ممكن تخلليه النهاردة، بعديها ممكن أقل من شهر تكليه. لأن احنا عارفين الليمون بعصفر عادة ما بيقعد في حوالي من 4 ل5 شهور ما يستوي ونبتدي نتعامل معاه. ده ما بياخدش وقت في التخليل، وهقول لكم ليه. شايفين انا مش سلقاه، على فكرة انا مش سلقاه، عشان كده هتلاقي الشوية اللي فوق دولت مش واصل لهم عصير، ومع هذا ما حصل لهمش حاجة، يعني ما فيش عفونة جات لهم. هنفتح البطرمان كده ونشوفه. انا بحط كيس من الاكياس اللي هي بتاعت المطبخ العاديه اللي احنا بنحط فيها الحاجه فوق المخلل بتاعي. شايفين ادي الليمونه اهي، شوفوا عاملينها عامله ازاي. انا اول مره افتح عليه من حوالي اسبوعين. شايفين الليمونه عملت ازاي، طريت جدا كما لو كنت انتي سلقاه، كما لو كان مسلوق. لكن انا عايزه، انا البرطمان ده اساسا بياخد كيلو ليمون. في العادي الليمون اللي انا بسلقه وبخلله عادي، فباخد فيه كيلو ليمون وبحط فيه كام قرن فلفل كده، مش كتير. لكن الليمون بعصفر ده كيلو ونص الا ليمونتين. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان هو محتاج كمان دور ليمون. انا عملته ازاي؟ انا خليته او حطيت له الملح والعصفر وحبة البركة، وبعدين سبته في علبة بره مدة 4 5 أيام، نزل عصير. وبعدين جبت البرطمان رصيته فيه بحيث ان يبقى الكبيرة اللي هي قشرتها تخينة من تحت، وكل ما بطلع فوق بتبقى اللي هي قشرتها رقيقة، اللي يبقى سهل ان هي تستوي بسرعة. يعني انا لما بدوس عليه هتلاقوا ان كمية المية بترتفع في البرطمان، فانا محتاجة اني انا ازود الليمون صف كمان او رصة كمان عشان يديني كمية العصير اللي نازلة تبقى مغطية على الليمون كله. هعمل ايه؟ انا محتاجة عشان الليمون العصفر ده زي ما انتوا شايفين كده، انا حاطة حبة البركة، بس مش حاطة حبة بركة كتير، لان حبة البركة لما بتتحط وبكمية كبيرة بتخلي الليمون لونه اسود. هحتاج ايه لكده؟ ادي العصفر بتاعي، حبة البركة، ملح، طبعا الليمون اللي احنا هنعمله. في عندي كمان هضيف له شوية سكر. السكر ده انا مش حاطاه كمادة حافظة، لا، الليمون هو نفسه بحط له الملح، ولما بحط له الملح هو بيبتدي ينزل المية اللي فيه، يصفي المية اللي فيه وبعدين يطرى. انا محتاجة كمان، انا محتاجة فلفل حامي، بس انا الفلفل اللي عندي حامي جدا، فانا حطيت شوية فمش عايزة ازوده. ده فلفل حامي بس مش قوي. ده انا جبته وقت ما كان الفلفل رخيص شوية، ورحت جايباه وغسلاه، ورحت مقطعاه وحطاه في كيس فرزته. وبعدين انا دلوقتي محتاجة شوية فلفل عشان خاطر ازود شوية طعم الفلفل فيه من غير ما ازود الحرارة بتاعته، فهحط منه شوية فلفل. فانا محتاجة ان انا ازود بس كمية طعم الفلفل في الليمون، فعشان كده انا حاطينه. دي طريقه من طرق الحفظ. يعني انت لما تيجي تحبي تعملي بيتزا، تحبي تعملي مثلا لحمه مفرومه مثلا، او اي حاجه بتعصجيها وبتحطي لها فلفل، اللي هي بنحشي بيها الرقاق او الجلاش، فانتي بتبقي محتاجه فلفل. فطبعا وقت ما بيكون الفلفل رخيص انتي ممكن تجيبي شويه وتعمليهم وتفرزيهم، تقطعيهم، هتغسليه وتقطعيه عادي جدا، لكن هتسيبيه يومين او حاجه بره التلاجة بحيث ان هو يبتدي يفقد ميه، يفقد شويه من السوائل اللي موجوده فيه، فيبقى انتي مش مخزنه ميه. يعني شايفين انا نازل كميه الميه اللي نازله منه
قليله تقريبا او ما فيش ميه نازله منه. ده لان انا سبته فتره بره التلاجة لحد ما ابتدى سنه كرمشه تظهر له، او طبعا قبل ما يوصل لمرحله الكرمشه. ورحت مقطعاه وهضيفه لليمون بعصفر. هنعمل بقى الليمون ازاي يا جماعه؟ انا بجيب الليمون، اولا انا ما بحطلوش، يعني مثلا ممكن في الاخر كده احط له معلقتين خل بس عشان يكسروا شويه المزازه. فانا عشان ازود اخلي الطعم بتاعه يبقى خفيف سن عليا، فبروح هحط له معلقتين خل عشان يديكي يكسر شويه لذوعه الليمون، ويساعد برضو في عمليه الاستواء بسرعه. انا بجيب الليمونه ومن فوق كده بروح جايه واروح عاملاها اسمها 4/4. ممكن تقسميها للاخر، ممكن تعمليها، في ناس بيعملوها بس من فوق كده شويه. باجي اروح جايبه السكر، اسفه الملح، وبروح حاشيه حاطه الملح فين؟ بين الربعين دولت، او بين النصين دول، والنصين دول كمان هروح جايه واروح حاطه معلقه ملح كمان بينهم. فانا حشيتها كده بايه؟ بالملح. هاجي اروح جايه بمعلقه بالعصفر بتاعي، واروح جايه حاطه برضو هنا شويه عصفر كده وشويه عصفر هنا كده. يبقى انا كده ايه؟ حطيت له معلقه ملح بين النصين دولت، ومعلقه ملح بين النصين دول، وحطيت له هنا شويه عصفر. هجيب كام حبايه هجيب كام حبايه من حبه البركه، مش كتير، يعني في حدود 8 حبايات مثلا كده او حاجه. هروح حطاهم واروح رصاه في البرطمان اللي انا عاملاه. هجيب ليمونه كمان. انا الليمون ده انا شارياه بقالي كام يوم برضو، وسبته بره التلاجة، ما حطيتوش في التلاجة لحد لما هو نفسه طري. شايفين؟ طري، هو نفسه طري، يعني هو ما كانش طري لما انا اشتريته او لما جابوه لي يعني. لكن بعد شوية لقيته هو نفسه طري، ابتدى بقى ايه؟ يهدى شوية، او الجلد الخارجية بتاعته ده هي ابتدت تلين شوية عندي. برضو هقطعه 4 كده. انا قطعته بالشكل ده. هجيب معلقة ملح هنا، هحطها هنا في النص هنا كده، بين النصين دول، وافتح عند النصين التانيين، واروح جاية اروح حش برضو حاطة معلقة ملح عندي. هجيب العصفر بتاعي، هحط العصفر هنا. العصفر طبعا يعني هو حاجة من الزهرة، الشعر اللي بيبقى موجود في الزهرة، انا مش فاكرة اسمه ايه بالظبط يعني. فهو هتلاقيه ان شاء الله مفيد برضه. وحطيت له شوية حبة البركة. انا ممكن اخد شوية فلفل واروح ضيفاهم هنا. لو انت بقى عندك قشور ليمون بعد ما بتعصريهم، طبعا انت بتبقي لما بتيجي بتعصري الليمون بتبقي غسلاه، فانت لما بتيجي تعصري القشر اللي يتفضل عندك، انت ممكن عشان تزودي، انت ممكن عشان تزودي. شايفين الميه مستواها بيرتفع ازاي؟ انت لما بيبقى عندك قشر ليمون ممكن تحطي له شويه ملح، شويه عصفر، او ممكن تسيبيه بملح بس. شايفين انا لما دوست عليه مستوى الميه ارتفع في البرطمان هنا. شايفين ادي مستوى الميه ارتفع فين؟ لحد الحز بالظبط. فانا عشان كده هزوده بس. اما هتيجي بقى طبعا تطلعي، لان ده متخلل، الصف الفوقاني ده متخلل قريب، فممكن انت تشيليه بمعلقه وتاخدي من تحت منه. ده تقطعيه كله مره واحده، كل مره واحده هتعبيه ملح، كل مره واحده هتحطي له العصفر،
كل مره واحده هتحطيه في بتحطي له حبه البركه. لكن لما تيجي تحطيه ما تحطيهوش في البرطمان غير بعديها باسبوع او اسبوعين، عشان هيبتدي هو، وتضغطي برضو عليه عشان هيبتدي هو ينزل السائل بتاع الليمون، الميه بتاعت الليمون هتبتدي تنزل نتيجه للملح اللي انت حاطاه، مش حاطه انت حاجه تاني. هو ده على فكره يا جماعه اللي بيخلي الليمون يستوي بسرعه، ان هو بيستوي منه فيه، ما انت ما بتزوديهوش ميه، فالميه دهيت ما بتخليش القشره زي ما الميه الملح اللي بيتحط بيسحب السائل، فبيلين القشره الخارجيه وبيلين الليمون من جوه، فبيخليكي انت بيخلي الليمون بيستوي بسرعه. انا هعمل الباقي ده يعني كده. دي الليمونة نمرة 4 تقريبا أو نمرة 5، يعني نمرة 5. ادي الملح بتاعي. زي ما قلت لكم كده انا ما بحطش اي سوائل، اي حاجه سائل الا اذا كان مثلا شويه خل صغيرين، عشان كده الليمون ما شاء الله ما بيحصلوش حاجه. يعني انتم متخيلين ان هو مثلا يقعد قاعد اكتر من اسبوع، الشويه اللي فوق دولت ما فيهمش، ما فيش اي سائل ليهم. بس اذا كنت بس بعمله باجي اروح جايبه البطرمان ومقيلاه كده ومرجعاه تاني مكانه. انا متهيألي مش هحتاج الليمونه النمره 6. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا بحاول ان انا اقدم حاجات تساعد ست البيت، سواء كان في شغل المطبخ او بحاول انقل خبره السنين لناس. ممكن طبعا تقولي لي كلنا عندنا خبرات، مفيش مشاكل طبعا لما نتشارك الخبرات بتاعتنا مع بعضينا ومع بعض، وان احنا نحاول ان احنا نفيد بعض في حاجات ناس ما تعرفهاش، في حاجات انا سمعتها وعرفتها. ف بحب اني انا اوصل، ابلغ المعلومات اللي انا عندي، بحب اني انا اقولها اشارك الناس فيها، مش اني انا خلينا اعمل النمرة كمان نمرة 6 دي. خلاص الليمونة الستة. الدور بتاعي انا الصف بتاعي بياخد 6 ليمونات. احنا بنيجي نقطعه عند الناحية اللي هي رفيعة، مش عند الناحية اللي هي بتبقى تخينة شوية دي، لا هنا من مكان الزهرة اللي هي بتبقى متصلة بيه الشجرة نفسها بتاعة الليمون. انا الليمونة دي هحطها كده في النص عشان انا حاسة ان النص ايه محتاج ليمونة، مش محتاج نص. انا النص ليمونة ده انا حاطاه من صوص الليمون ده، وممكن تخليها قربة لو انت مثلا في الاخر كده تخليها قربة. هي دي كده انا خلصت البرطمان كده. ده شكل البرطمان، انا مليته كله خالص. هو بعد شوية انتوا شايفين ان هو عالي كده، لا هو بعد شوية هو هيلين وهينزل لتحت، وده هتشوفوه لما انتوا تجربوه وتعملوه، هتلاقوا ان هو بيهبط مع الوقت. هو بيهبط لان انا لما كنت قبل ما احط الدور ده هو كان بعد ما وصلت له كنت وصلت برضو لمرحلة لحد الرقبة هنا بتاعته، وبعد شوية لقيته نزل، فاحتاج ان انا ازوده ليمون هنا تاني. انا شويه اللي هم العصفر دولت انا هجيب له شويه خل احطهم له. هجيب السكر، هحط له السكر كده فوق الوش.
وانا لما هاجي ادي معلقتين كده، ادي 3 معالق سكر حطيتهم له. ده خل الرز، ممكن تستخدمي خل عادي، بس الحقيقة انا لما جربت خل الرز لقيت ان هو ما بيبقاش مزز قوي مزازة الخل العادي اللي احنا بنستخدمه حتى لو كان خل طبيعي. انا هحط معلقتين منه، بس ما قلت ده غالي شوية، فانتي ممكن تحطي خل عادي بس ما تزوديش مية. انا هحط ادي معلقة، ادي 2، ما حطيتش اكتر من كده. ادي معلقتين خل عندي حطيتهم. باجي احط بقى الكيس اللي انا متعودة ان انا احطها، وباجي اروح مغطياه بالغطا بتاعه. هو طبعا كده المية، مش لو خدتوا بالكم المية خلاص غطيته. باجي اعمل ايه، انا كده قافلاه جامد. باجي اروح مميلاه كده وكده عشان اطمن ان الخل والسكر، طبعا انا هغسله من بره عشان خاطر في سائل نزل منه. فده كان الليمون بعصفر. اتمنى ان انا اكون افدتكم بحاجه. الليمون بعصفر ده من النوع السريع جدا، ما بياخدش وقت في ان هو يستوي. زي ما قلت عشان خاطر هتبتدي تاكليه مثلا بعدها بشهر، فانت تبقي حريصه. يعني ده كده البرطمان ده واخد اكتر من كيلو ونص، واخد كيلو ونص واربع ليمونات، لان ما كنتش حاطه كيلو ونص كله، كان فيه ناقص ليمونتين. فكده محطوط له كيلو ونص واربع ليمونات. هو اساسا بياخد كيلو. آم، بيستوي بسرعه. حاولي ان انت تظبطي تعملي الكميه بتاعتك، وتعمليه في حاجه خارجيه، تحطيه في علبه او في اي حاجة تانية، بحيث ان هو يبتدي ينزل السائل بتاعه او العصير بتاعه. وبعدين انت بتروحي جاية وتروحي حطها في رفصها في البرطمان، بحيث بقى ان انت تبقى اللي قشرتها خشنة، الكبيرة شوية البتاع تحطيها من تحت، وتخلي الناعمة هي اللي بتبقى من فوق او الصغيرة، او انت من فوق حتى ممكن تقسميها بحيث ان هو برضو يستوي بسرعة. لما انت هتعملي كده يعني مش هياخد معاكي شهر. زي ما قلت الليمون باصفر عشان احنا بيبقى مش مسلوق او اي حاجه. انا ما بسلقوش يا جماعه، وعشان كده هو فضل الفتره دهيت من غير ما يبوظ. لو اتسلق، لو اتسلق حتى لو ميه مغليه، هتلاقيه يريم بعد شويه، وهيبتدي السطح بتاعه حتى لو انت حطيتي له زيت هيبتدي السطح بتاعه يعفن. فعشان كده الليمون بعصفر ده ليمون ني، مش سلقان. ده ليمون ني انا مش سلقاه. الليمون ده انا مش سلقاه، ده ليمون ني. عشان كده زي ما قلت لكم ان انا لما سبته فتره من غير ما يكون الفوق ده هو توصل له سائل، ما عفنش، ما حصلوش اي حاجه، بالعكس برضو فضل الملح ان هو يتفاعل معاه ويبتدي الايه القشره بتاعته تلين زي ما وريت لكم في اول الفيديو. عشان كده انا ما انصحش ابدا بان انت عايزه تعملي تاكلي ليمون باصفر تروحي واخده سلقه. سلقه دهيت معناها ان انت هتبتدي تغيري فيه هو، ولما هيتغير هيبقى صعب عليكي جدا بعد كده ان هو يفضل محتفظ بان هو ما يحصلوش اي تغير. فده عشان كده انا بنصحكم ان انتوا ما تسلقوش الليمون، الا اذا كنتوا بقى انتوا مثلا يعني مدمنين ليمون فانتوا بتخلصوه بسرعه، فدي حاجه بترجع لكم. لكن لو انت عايزه تعملي كميه ليمون وتشيليها بحيث انها تفضل معاكي السنه، ما انصحش ابدا ان انت تسلقيه. اعمليه ني زي ما هو كده. هتحطي له السكر الملح بتاعه في قلبيه، هو الملح بتاعه بينزل السائل اللي موجود فيه، وبالتالي بيساعد ان هو يستوي بسرعه وبيحافظ عليه. لو انت شايفه ان انت مثلا انت لما خدتي منه البرطمان نزل والسائل بتاعه نزل شويه، انت ممكن بمنتهى البساطه كده يعني قشر الليمون بدل ما انت بترميه، او لو حابه ان انت تزودي ليمون عليه، ممكن تشيلي مثلا اول صف او صفين من البرطمان وتروحي حاطه ليمون جديد من تحت، برضو بملحه بعصفوره بكل حاجه، وتحطي اللي مستوي فوق الوش بحيث ان انت لما تيجي تاخدي على طول. لما هتزوديه برضو ما تسلقيش الليمون من فضلك، لان الليمون لما هيستوي هيتسلق هيعفن.
واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دهيت. احنا عايزين لحاجه تعيش معانا. مثلا في وقت الليمون ما بيبقى رخيص، هتشتري كميه ليمون وهتعمليها بالمنظر دهوت. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك برضو في القناه ودعمها. خدوا بالكم ان انت لما انت تتفاعلي نفسك مع الفيديو، بيوصل لك اليوتيوب بيوصل لك الفيديوهات اللي انا بنزلها. يعني مش كفايه ان انت تشتركي، فالتفاعل بتاعك مع الفيديوهات اللي انا بنزلها هو اللي بيخلي اليوتيوب ينزل لك الفيديوهات اللي بعد كده اللي انا بنزلها اول باول. القاكم في فيديوهات تانية كتير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.